الحلقه دي هنتعرف على الوحدات الخاصه بالبحريه المصريه، فهنتعرف على تكوين الوحده ومهامها والاسلحه اللي بتستخدمها وكمان العمليات اللي قامت بيها. فهنتعرف على كل ده بس بعد الفاصل. هنتعرف الاول على مهام القوات الخاصه بالبحريه المصريه، وهي الاقتحام والاداره والتامين والتطهير والسيطره على السفن والغواصات والمنشات البحريه والساحليه، وكمان التلغيم تحت الميه، وبيعملوا عمليات استطلاع داخل مياه العدو، وفي كمان عمليات للبحث والانقاذ. طب ايه هي مميزات افراد الوحدات الخاصه بالبحريه المصريه؟ افراد الوحدات الخاصه بيستطيعوا القفز داخل الميه من الطيارات والمروحيات، ده غير طبعا السفن، وبيستخدموا العوامات اللي بتنقل الضفادع البشريه، وكمان زوارق التدخل السريع والمركبات البرمائيه. فافراد الوحدات الخاصه بالبحريه المصريه بيتميزوا انهم عندهم مواصفات خاصه جدا، غير انهم كمان بيتدربوا على فنون القتال اليدوي والدفاع عن النفس، وعندهم قدره على تحمل نقص الاكسجين تحت الميه لفترات طويله جدا، وكمان بيقدروا يسبحوا مسافات طويله جدا، وعندهم القدره انهم يلغموا الهدف في فترات قياسيه. طب ايه هي الاسلحه اللي بتستخدمها القوات الخاصه بالبحريه المصريه؟ الوحدات الخاصه بالبحريه المصريه بتتسلح بالكلاشينكوف والام بي 5 والبريتا اي ار اكس 160، ده غير كمان القناصات والرشاشات، وفي نظم تسليح تانية زي معدات النسف والمتفجرات والقنابل. طب الوحدات دي بتتكون من ايه؟ القوات الخاصه بالبحريه المصريه عباره عن كتيبتين، وهم كتيبه الصاعقه البحريه وكتيبه الضفادع البشريه. طب عاوزين نتعرف كمان على العمليات اللي قامت بيها القوات الخاصه بالبحريه المصريه. اول العمليات اللي قامت بيها القوات الخاصه كانت في فترة حرب الاستنزاف بين مصر واسرائيل، والوحدات الخاصة بالضفادع البشرية نفذت عملية في فبراير 1970، والموضوع ده محدش يعرفه كتير لان ده بسبب خطأ حصل في فيلم الطريق الى ايلات اللي اتكلم عن العملية. بس المشكلة هنا ان الفيلم ربط بين 3 عمليات للضفادع البشرية وسماهم باسم الغارات المصرية على ميناء ايلات الاسرائيلي. فالعملية الاولى كانت في سنة 1960، والعملية الثانية والثالثة في سنة 1970، ودي اللي كان هدفها انهم يدمروا الناقلتين الحربيتين بتشافع وباتيام. هنتكلم الاول عن العمليه الاولى، ودي كانت في اكتوبر 1960، والعمليه ديت ما كانش موجود الناقلتين في الميناء، وافراد الضفادع البشريه وهم راجعين شافوا عدد من المراكب في الميناء فقاموا مدمرينهم. وفي العمليه الثانيه قدر افراد الضفادع البشريه انهم يدمروا السفينه بتشافع بشكل كامل، لكن السفينه باتيام تم تعطيلها فقعدت فتره بره الخدمه لحد ما تم تصليحها، واما انتهوا من تصليحها رجع افراد الضفادع البشريه للميناء وقاموا مدمرين السفينه باتيام. والعمليات دي كانت رد على عمليات حاولت اسرائيل انها تقوم بيها لكنها فشلت، ومحاولتهم كمان انهم يدخلوا الحدود البحريه المصريه بالمدمرات دي، لكن الرد المصري كان حاضر. وان شاء الله هعمل لحضرتك حلقه كامله عن العمليات المصريه ديت بالتفصيل. فالحلقه دي كانت بتعرفك بشكل عام على القوات الخاصه بالبحريه المصريه ومهامها وايه الاسلحه اللي بتستخدمها افراد البحريه المصريه. فالحلقه الجايه هنتكلم عن العمليات اللي قامت بيها الضفادع البشريه في ميناء ايلات بشكل تفصيلي، ولو عاوزنا حضرتك نتكلم عن موضوع معين ممكن حضرتك تعرفنا في التعليقات، وهكون سايب لحضرتك مجموعه من الفيديوهات في الوصف تقدر تتفرج عليها براحتك. فبكده اكون خلصت، واتمنى ان اكون شرحت لحضرتك شرح مبسط، ويا رب انصر مصر. سلام عليكم.